كان واحد الوقت ملي الأرض كانت مظلمة. كان العصر ديال الفقر المدقع، الأمراض والموت. عامة الناس كانوا أميين، عاشوا في الخوف من الحكم وجهنم. الكنيسة ديال الدولة سيطرات على كاع جوانب الحياة، من الولادة حتى الموت. مقابل شي ثمن، الكاهن ضمن للناس حياة حسن في الآخرة. ولكن هادشي كامل تبدل مع الوقت الجديد ديال الإنجليز. العقول فاقوا، وغير شعلات الشعلة ديال الإصلاح معمرها طفات عاوتاني. هذه قصة ديال الشجاعة والثبات ضد كاع الاحتمالات. الحرق ديال الزنادقة وهادوك اللي كيخاطروا بحياتهم باش يتبعوا النور هو صراع ديال الأفكار على نفس الإنسان، أحلامهم والهدف من الحياة. الكنيسة ديال الدولة جاوبات عن طريق المطاردة ديال أي واحد كيدعم هاد المعتقدات المتطرفة الجديدة وكتقتلهم. انضموا لينا وحنا كنحيدوا الحجاب على الحياة البطولية ديال هادوك اللي انخرطوا في هاد الحركة وبدلوا العالم للأبد. هذه القصة ديال النور المتحرر. في القرن الأول الميلادي، واحد دين جديد اجتاح الإمبراطورية الرومانية. واحد الراجل عنده حياة بسيطة وتعاليم عميقة حول العالم في وقته، سميتو كانت يسوع المسيح. قال باللي هو ولد الله، وشارك الرسالة اللي بدلت الحياة وعطى الأمل لبزاف ديال الناس. بولس اللي اضطهد بشكل مرير هاد الدين الجديد تلاقى وجها لوجه مع المسيح في واحد اللقاء إعجازي. تصدم حيت فكر باللي يمكن كان كيقاتل في الجهة الغلط، وعاود قرأ الكتاب. ملي الكلمة نورات ليه عقله ولا مقتنع باللي هذه كانت هي الحقيقة. هدا الباقي في حياته باش ينشر هاد الرسالة. سافر 10,000 ميل على رجليه و1000 ميل كتر في السفن ملي كان هاز الرسالة ديال المسيح في الإمبراطورية الرومانية. في روما هاد التعاليم جداد ما كانوش معروفين. المسيحية في الطبيعة ديالها طلبات العبادة الحصرية لله ديال الجنة. الآلهة الوثنية من قبائل اللي دايرين بآسيا الصغيرة تلائمات مزيان مع الآلهة الرومانية ديال المشتري، نبتون والمريخ. واخا حتى شي إمبراطوريات كانوا كيتعتبروا آلهة، ولكن المسيحيين قالوا على هاد الآلهة آلهة غالطة. ماشي صعيب باش تصور علاش المسيحية ولات ما معروفاش في وسط روما الوثنية. هكا بداو أجيال ديال الاضطهاد، معركة احتدمت بين الثقافة والكتاب، الوثنية والحقيقة. شي فلسفات ما يقدروش يتعايشوا مازال كتر مع الظلام والنور. إذن بولس كان مشدود ومشى في هاد الطريق باش يتسنى المحاكمة في روما. بولس بقى تحت الإقامة الإجبارية 2 عام حتى لنهار المحاكمة، وغير تنفذ الحكم تنقل لحبس ماميرتين باش يتسنى الإعدام ديالو. حنا واقفين في حبس ماميرتين، صعيب نفكروا باللي هنا فين كان بولس جالس كيتسنى الإعدام ديالو. هادشي مظلم وهادشي فاسد. هذه ما كانتش البلاصة فين تبغي تكون في أي وقت. بولس تخاد من هاد الحبس وراسو تقطع برا السور ديال المدينة ديال روما. في الوقت ديال الإعدام ديال بولس، في واحد الليلة سخونة في الصيف، واحد العافية شعلات في روما. بدات من بين الحوانت قراب لسيرك ماكسيموس وحرقات بلا ما تحكم 6 أيام. ملي الدخان مشى، جزء كبير من روما ولا رماد. انتشرات إشاعات كتقول باللي نيرو كان تسبب في العافية. شي وقت نيرو بغى يمزق الثلث ديال مدينة روما باش يبني واحد السلسلة ديال القصور سميتهم نيروبوليس، ولكن مجلس الشيوخ عارضو. دابا ملي المدينة في الرماد يقدر يتبع الطموح ديالو. كما انتشرات إشاعة باللي كان تسبب في العافية،
بدا كيقلب على كبش فداء، والنظرة ديالو ركزات على المسيحيين. الاضطهاد انتشر في الإمبراطورية، الحشود اللي كتقلب على المتعة، التسلية على المدرجات والترفيه، توافدوا المدرجات والكولوسيومات فين تقاتلوا المصارعين حتى الموت، والوحوش الجيعانة هاجموا الناس المسلحين. صعيب باش تتصور باللي هاد الحقل الموبوء بالربيع كان هو سيرك ماكسيوم ديال روما. برا هاد الحقل تقريبا 250 ألف ديال الناس تجمعوا، ولكن هادشي اللي وقع من بين سباقات ديال الخيالة هداك الشي اللي كيجيني زوين بزاف. واحد المذبح غيتدار والمسيحيين غيتجروا لقدام هاد المذبح وتبزز عليهم باش يتاخدوا القرار النهائي. شكون غادي يتبعوا، الله ولا الامبراطور؟ بشويه ديال البخور يقدروا يعتقوا حياتهم، ولكن هاد المسيحيين ما غيساوموش. بلاصه هاد الشيء اختاروا يموتوا وحده من ابشع طرق الموت اللي تقدر تتصور. واحد الراجل كبير بوليكارب، قائد في الكنيسه المحليه الاولى، تجر لواحد المدرج عامر بالالاف ديال الناس العطشانين للدم. الجو تبدل ملي شافوا هاد الراجل الكبير اللي تجاب قدام المذبح الوثني في الوسط. الحاكم كيتمنى يعتق حياته، عرض عليه الحريه ديالو الا قدر يحط غير شويه ديال البخور في المذبح، ولكن بوليكارب رفض. 86 عام وانا كنخدمه وهو ما دار لي حتى حاجه خايبه، كيفاش نقدر ننكر ربي دابا؟ اختار يموت. العافيه شعلات، ولكن الريح نفخات العافيه بعيد عليه. وملي الحشد بدا يعبر على التعاطف ديالو، واحد الجندي تمشى للقدام وطعنو برمح في جنبه. التأثير ديال المتفرجين ملي كانوا كيشوفوا المسيحيين الاولين كيموتوا كان واضح. تقال باللي الدم ديال الشهداء هو بذور، وملي واحد كيموت بزاف كينوضوا باش ياخدوا بلاصتهم. على مدى 200 عام الجايه اضطهاد المسيحيين تكمل في اجزاء مختلفه ديال الامبراطوريه الرومانيه، ولكن في 284 ميلاديه ملي ديقليانوس وصل للقوه، المسيحيين كانوا غيواجهوا أسوأ اضطهاد عانوا فيه حتى لدابا. الامبراطوريه الرومانيه كانت قريبه تريب. ديقليانوس حاول يقوي الامبراطوريه باحياء الممارسات ديال الدين الروماني القديم الوثنيه. المسيحيه كانت ممنوعه. اضطهاد شديد في الامبراطوريه الرومانيه وقع من 303 ل 313 ميلاديه. مع الاستمرار ديال الاضطهاد، امبراطور جديد وصل للقوه اللي غيبدل الامبراطوريه الرومانيه للابد. المسيحيه كانت غتواجه اعظم تغيير واخطر عدو. نور كان غيولي مربوط. جات نقطه تحول ملي قسطنطين وجد الحرب ضد ماكسينتيوس منافس على العرش. النهار اللي قبل المعركه قال باللي جاتو رؤيه ديال المسيح وسمع الكلمات: في هاد العلامه خاصك تنتصر. وحيت هو رجل اعمال، رجع للقوات ديالو وخلاهم يديروا العلامه ديال الصليب في الدروع ديالهم، وردها حتى وحده من المعايير اللي خاصهم يتنقلوا للمعركه. النهار اللي من بعد ملي الجيوش ديال قسطنطين تمشاو لجهه ماكسينتيوس، العدو هرس الصفوف ديالو وهرب، وماكسينتيوس براسو غرق في الواد هنا لتحت. هادشي قنع قسطنطين باللي المسيحيه كانت هي الديانه الحقيقيه. خلى الجنود ديالو يتمشاو في الواد وقال لهم كاملين باللي هما دابا معمدين ومسيحيين، وهو براسو قال باللي ولا تابع ليسوع المسيح. في الغروب ديال هذاك النهار المهم، غير شويه اللي عرفوا شنو عاد وقع. قسطنطين وروما غتنقوا المسيحيه. العالم ما غيكونش نفسه عاوتاني. في 330 ميلاديه قسطنطين بدل العاصمه ديال الامبراطوريه الرومانيه لواحد الموقع استراتيجي في الشرق. سمى المدينه على سميتو بسميه القسطنطينيه، اليوم معروفه باسطنبول، تركيا. تقريبا 8 ديال القرون قسطنطينيه كانت اغنى واكبر مدينه في اوروبا. كان عندها الفضل باش يكونوا عندها الدفاعات الاكثر تقدما ديال اي مدينه في الامبراطوريه. قسطنطين اصدر حتى المرسوم ديال ميلان اللي شرع المسيحيه ودعم هادوك اللي مارسوها، وامر باش الحد خاصو يولي يوم عالمي ديال الراحه والعباده في الامبراطوريه، بلاصه السبت اللي حفظوه اليهود والرسل.
ملي الخلافات تطوروا في المسيحية، التحول بدا كيوقع. بلاصة ما يقلبوا في الكتاب المقدس على الحقيقة، المجالس ديال الكنيسة ولا الإمبراطور براسو قرر الإيمان والعقائد ديال الكنيسة. هاد التعاليم غالبا متضاربات مع الكتاب المقدس. على مدى القرون اللي من بعد، شقة كبيرة بدات كتكون. هادوك اللي رفضوا يخليو الآخرين باش يحددوا الإيمان الكتابي ديالهم بقاو مضطهدين، والكنيسة تقسمات، الدولة أيدات الكنيسة، وواحد الحركة سرية ديال المؤمنين انتشرت في أوروبا كاملة. الإمبراطورية الرومانية وقفات القرون، ولكن كانت كتدهور من الداخل وكتتهاجم من طرف البرابرة المستعمرين من برا. روما ما بقاتش قادرة تحمل الضغط، وأخيرا انهارت. ملي تراجعت الإمبراطورية، الكنيسة في روما طلعت للصدارة والقوة في بلاصتها. ملي قرب القرن الخامس، كان واحد التحول أساسي داخل ديال روما. كانت واحد النهار قوة الخارقة السياسية الوثنية، ودابا ولات المركز ديال المسيحية داخل ديال أوروبا. كنسميو هاد المدة ديال الوقت اللي تابع هاد الانهيار العصور المظلمة. القبائل اللي دايرين بيها ديال قطاع الطرق والبرابرة نهبوا العروبية، والطرقان ولاو عامرين بالربيع. بلا الإصلاح المناسب، القنوات المائية ما بقاتش كتنقل الماء للمدن، والشوارع فاضوا بالماء ديال الواد الحار. ملي المواد الخام ولاو نادرين، الناس نهبوا الكولوسيوم والمعابد والمسارح على ود الحجر باش يبنيو ديورهم. الجربة، الإسهال والطاعون دمروا الأرض على شكل موجات، شي مرات كان كيؤدي للموت ديال النص ديال الساكنة. ملي القبائل البربرية كانت كتستقر في غرب أوروبا، كلوفيس ملك قوي ديال الفرنجة تبنى الإيمان المسيحي. هادشي كان مهم حيث البرابرة كانوا وثنيين ماشي مسيحيين. الآلاف من الرعايا ديالو تبعوا المثال ديالو وتعمدوا كمسيحيين. سمح حتى الجيش ديالو باش يتقاتلوا على أسقف روما. المسيحية كتبان باللي كتقدم بالزربة. ملي كانت المسيحية كتزيد في الغرب، كانوا وقعوا تغييرات درامية في المدينة الشرقية ديال قسطنطينة. الليلة ديال 31 يوليوز 528 ميلادية، جاستينيان الأكبر كان غادي يتولى العرش من مور الموت ديال باباه جاستين. في هذيك الليلة حلم بإمبراطورية عالمية عندها دولة وحدة، قانون واحد، وكنيسة وحدة اللي حاكماهم كاملين. جاستينيان عول باش يرد الحلم حقيقة ملي كان إمبراطور. 5 سنين من بعد، جاستينيان أصدر القانون الروماني المدني، وصلح قانون الروماني الشرعي. الأول مرة في التاريخ المسيحية كانت القانون المفروض على الأرض، وقال الآراء المختلفة كانت كتضطهد. الدستور جاستياني آمر بهالشي، باللي القراية ديال الكتاب المقدس هي الكل شي، ولكن ممنوع على رجال الدين. باللي غير دولة الكنيسة اللي تقدر تدير المعمودية، وباللي الهراطقة كان ممنوع عليهم يتجمعوا العبادة، وباللي الملكية ديال الهراطقة تقدر تتصادر من طرف الكنيسة. وأخيرا باللي قاع القضاة والعسكر خاصهم يحلفوا باللي هما أعضاء في الكنيسة. صعيب تتخيل باللي هادوك اللي تحملوا بحال هاد الاضطهاد الخايب بزاف المئات السنين ولاو دابا هما المضطهدين. النور كان كيتربط بعيد على الناس من طرف مراسيم الإنسان. في هذا الوقت، إلى رجعنا للإمبراطورية الغربية، المدينة ديال روما طاحت في يد القبيلة البربرية ديال القوط. ما تعرفوش بقوانين جاستينيان، ورفضوا بزاف ديال التعاليم ديال الكنيسة ديال دولة روما. في الشتاء ديال 537 ميلادية، الجنرال ديال جاستينيان بيلساريوس وصل باش يحرر روما. في الاخر ديال 538 ميلادية، روما تحررت من القوط الشرقيين، والدستور ديال جاستينيان ولا هو القانون ديال الإمبراطورية الرومانية كاملة. الحريات الدينية اللي كانوا كيتمتعوا بها القوط الشرقيين ضاعت دابا، والاضطهاد بدا كيبان لأول مرة من داخل ديال الكنيسة المسيحية.
1260 عام من بعد، من العام 538 حتى ل 1798 ميلادية، الدولة ديال الكنيسة ولات سلطة سياسية ودينية وسط العالم المسيحي. تبناو الكاتدرائيات المزخرفة وتزادوا الأديرة وولاو مراكز تعليم في أوروبا. ملي كان الكتاب المقدس كيتنقل ويتنسخ من طرف الرهبان وعلماء الدين، تسد عليه بعيد على الأشخاص العاديين. الكتاب المقدس تترجم للاتينية، اللغة ديال المتعلمين بزاف، غير الكهنة والرهبان والعلماء اللي كان كيتعتقد باللي هما مقدسين بشكل كافي باش يقراو ويأولوا الكتاب المقدس. التقاليد والمراسم ديال المجالس ولاو هما أساس السلطة. في القرن الثامن شارلمان ولا الملك ديال الفرنجة، من خلال الغزو العسكري والتحالف مع الكنيسة ديال الدولة قدر يعزز القوة ديالو. في 782 ميلادية أصدر واحد المرسوم باش يعدم أي واحد وثني اللي ما ولاش مسيحي. في نهار 25 دجنبر في العام 800 ميلادي، البابا ليو الثالث توج شارلمان كإمبراطور ديال الإمبراطورية الرومانية الغربية. ملي دار هادشي، البابا بين باللي الكنيسة عندها أعلى سلطة. الكنيسة ما كانتش كتعاون غير مع الدولة، كانت كتاخد بلاصة السلطة ديال الدولة. واحد المثال آخر على القوة ديال الكنيسة ديال الدولة جاء في القصة ديال هنري الرابع في القرن 11. مجلس الكنيسة حد من السلطة الإمبراطورية، وملي هنري دا اعترض، البابا هددو بالحرمان من الكنيسة. تحت هاد التهديد النبلاء ديالو ما كانوش مستعدين باش يدعموا الحكم ديالو. في وسط الشتاء ديال 1077 ميلادية، هنري سافر لجبال الألب للقلعة ديال كانوسا فين كان ساكن البابا غريغوري السابع. واقف برا الباب ديال القلعة حفيان في الثلج، الملك هنري تسنى 3 أيام كيكفر على الذنب ديالو قبل ما يتقبل باش يطلب العفو من البابا. الكنيسة كانت هي أقوى مؤسسة في أوروبا، وكانت واجدة باش تعزز هاد السلطة، باش تعزز السلطة ديالها. ولكن النور ما طفاش كله. واحد المجموعة صغيرة ديال المؤمنين مخبيين في جبال الألب الإيطالية حافظوا على الكتاب المقدس حي في اللغة ديالهم. هزوا الكتاب المقدس وسط قرون ديال الاضطهاد ونشروا النور في أوروبا كاملة. هادو كانوا الناس اللي خلاو الشعلة ديال الحقيقة مشرقة في الظلام ديال العصر ديالهم. هادو كانوا هما الولدان. الولدان كانوا واحد الفرقة صغيرة ديال المؤمنين اللي كيعيشوا في الظل ديال جبال الألب الإيطالية. من بعد ما تبشروا في الوقت ديال الرسل، حافظوا مزيان على الحقائق الغالية اللي تعلموا من الكتاب المقدس. ملي طاحت أوروبا تحت الظل ديال كنيسة الدولة، الولدان ولاو هما بؤرة التركيز ديال التعليم. الكنيسة ديال الدولة خدات السلطة باش تآمر بالإيمان والممارسات ديال كاع المؤمنين. كان خاصها تكون الضمير ديال المجتمع. كنتيجة لهذا الشيء، أغلبية أوروبا بلا القدرة على المقارنة بين تعاليم الكنيسة وتعاليم الكتاب المقدس استسلمت للخرافة. عاشوا في خوف من الإله الشديد والنشاط الخارق للطبيعة، وحتى الخوف من الحكم الآخر. ولكن الولدان ما كان عندهم حتى خوف من هذا الشيء، حيث اكتشفوا الإله المحب ديال الكتاب المقدس. الولدان كانوا فلاحة وكيخدموا بزاف وكرماء وسراحة وحريفية. دوزوا بزاف ديال السوايع كيحولوا هاد الجبال اللي فيهم الحجر الأراضي خصبة وعامرة بالورد والربيع. عادة من بعد أيام ديال الخدمة الصعيبة كيتجمعوا مجموعين باش يقراو الكتاب المقدس، يغنيو أغاني ولا يحفظوا بزاف ديال الفصول بالكتاب المقدس. الولدان كانوا كيآمنوا بشكل قوي بالتعليم ديال الكتاب المقدس. بناو هاد المدرسة إعدادية باربس باش يدربوا الشباب في الكتاب المقدس. هنا كيحفظوا وينسخوا أجزاء كبيرة من الكتاب المقدس. ما فرحانينش باش يخليوا المعرفة ديال الكتاب المقدس لراسهم، حسوا باللي خاصهم يقودوا الآخرين برا الظلام للنور ديال كلمة الله. كل مدرسة فيها بين 10 و 12 ديال الشباب اللي تعلموا مزيان باش يوجدوهم للخدمة التبشيرية. هنا في هذه المدرسة علموهم الشيوخ تعاليم ديال الكتاب المقدس وفن المشاركة ديالها مع الناس الآخرين.
في النهاية كانوا يقدروا يسافروا في أوروبا كحرفيين وتجار هازين معهم الحقيقة ديال الكتاب المقدس الثمينة. شي وحدين مشاو كتلاميذ لمدن جامعية كبيرة بحال أوكسفورد، براغ ولا باريس كمبشرين سريين باش يشاركوا الكتاب المقدس مع هادوك اللي بغاو يعرفوا كتر. حيث الكتب المقدسة كانوا ممنوعين، خيطوا مزيان صفحات ديال الكتاب المقدس في حوايجهم وفي وسط المنطوات ديالهم وقلبوا على الأشخاص اللي يقبلوا البشارة. ولكن هذه كانت خدمة خطيرة، كان صعيب تعرف في من تثيق. واش الشخص اللي كنتي كتهضر معاه مهتم بصح، ولا واش كان كاهن كيحاول يشدك؟ خطأ واحد ولا كلمة غلطة في الحضور ديال الشخص الغلط تقدر تديك الحبس، التعذيب ولا الموت. أنك تكون عضو في كنيسة سرية كان خطير. العلاقات بين دولة الكنيسة والولدان كانت متوترة. الولدان رفضوا التصوف ديال خدمة الشركة، رفضوا يعترفوا بالذنوب للكاهن، حيث الكتاب المقدس علم باللي غير الله اللي كيغفر الذنوب. مارسوا المعمودية ديال الكبار بلاص الولاد الصغار، ويمكن أكثر حاجة مفاجئة هي العبادة في اليوم السابع ديال الكتاب المقدس، كما داروا الرسل اللي بشروا في الويدان ديالهم في القرون الأولى. في عام 1160 ميلادية دولة الكنيسة حكمات على الولدان كهراطقة، وطلبات إما التراجع على الإيمان ديالهم ويرجعوا للخط مع تعاليم ديال الكنيسة، ولا يواجهوا الغضب ديالها. الولدان رفضوا يتنازلوا. الجواب كان هو الإبادة ديال هاد الناس المسالمين ديال الجبل. بلاصة ما يوجهوا الناس عاوتاني للكتاب المقدس كمصدر ديال الحقيقة، الكنيسة استعملت السيف. في 1209 ميلادية البابا إينوسنت الثالث دار حملة صليبية ضد الولدان وواحد المجموعة قريبة لهم ديال المؤمنين في الجنوب ديال فرنسا، الألبيجنز. هادشي تبعاتو مذبحة كارثية. ملي سولوه الجنود على شنو خاصهم يديروا مع اللاجئين اللي كيدخلوا من مدينة بيزيي المحاصرة، المندوب البابوي جاوب: قتلوهم كاملين، الله غيفرز ديالو. الساكنة كاملة حتى 30,000 ديال الناس تذبحوا. قرون ديال الاضطهاد اللي بلا رحمة كان غادي يقضي عليهم كاملين. الجيوش مشاو من خلال الكهنة وسط هاد الويدان كيدخلوا وينهبوا الديور. كتوبة مقدسين تحرقوا، أراضي زراعية تدمرات، والجثث تشتتوا في الأرض. في أي لحظة الولدان كان خاصهم يكونوا واجدين باش يهربوا من هاد الطرقان ديال الجبال اللي في العمق ديال جبال الألب. ملي قرب العدو خباو العائلات ديالهم في الكهوف ومن مور حصون جبلية كبيرة بزاف. المناظر الطبيعية كانت دفاع طبيعي ضد الجنود، ولكن الولدان ما كانوش ديما قادرين يهربوا من الأعداء ديالهم. في واحد الهجوم كتر من 1000 ديال الولدان تمشاو للراس ديال هاد الجبل. رجال وعيالات وولاد صغار ترماو فوق الكاستالوسا باش يموتوا لتحت. غالبا ما كانوا الفرق الصغار ديال المؤمنين كيتجمعوا في الغابات منسولة ولا كيتخباو في الكهوف باش يعبدوا الله. بزاف ديال المرات كيتكتشفوا وكيتقتلوا بوحشية. في العام 1655 ميلادية الدوق ديال سافوي قرر باش يقتل هاد الهراطقة. في عاد الشتاء امر الولدان باش يحضروا للخدمة ولا يرحلوا للوديان العاليين في بلادهم. توقع باللي يقدروا يستسلموا للامر بلاص ما يواجهوا الثلج والبرد. اكثر من 12,000 ديال الناس تخلاو على ديورهم وهربوا للوديان العالية. رجال، عيالات، ولاد صغار وحتى الناس المرضى تسناو في الضايات الجامدين وطلعوا للقمم جامدين قبل ما يوصلوا للوديان العالية فين تستقبلوا بحرارة. الذوق تحبط بالهدف ديالو واختار يستعمل القوالب. في 24 أبريل 1655 ميلادية طلب من الولدان باش يسكنوا الجنود ديالهم مؤقتا، وحيت هما مواطنين أوفياء وافقوا وجمعوا الآلاف ديال الجنود في ديورهم في الوديان ديالهم كاملين. من بعد أيام قليلة مع 4 ديال الصباح ديال عيد القيامة الجنود انقلبوا ضد المستقبلين ديالهم، ذبحوهم، سجنوهم وعذبوهم بلا رحمة. أكثر من 1700 ديال الولدان تقتلوا، الآلاف كتر كانوا تسجنوا وبزاف اللي ماتوا بالجوع.
اللي نجاو تعطاوهم جوج اختيارات: اما يبدلوا دينهم ولا يخرجوا من الدولة في اسرع وقت. ما بغاوش يديروا تنازلات وطلعوا لجبال الألب الجامدة باش يلقاو ملجأ في سويسرا. ملي انتشرت الاخبار ديال المجزرة الناس تجاوبوا معاها بخوف والسخط. الدول البروتستانتية حلات الحدود ديالها وعرضات اللجوء على الولدان اللي بقاو. أوليفر كرومويل اللي كان هو اللورد الحامي في لندن بدا كيلتمس بلاصتهم، بدا كيكتب رسائل، كيجمع التبرعات وكيقول للناس باش يصوموا ويصليو، وهدد حتى القوة العسكرية باش يجيو ويعتقوهم. خاصني نتساءل اين معتقد في الايمان ديالهم اللي جاب ليهم بزاف ديال هاد الاضطهاد؟ واش حيت امنوا باله شخصي، ولا يمكن حيت رفضوا يعترفوا بالذنوب ديالهم الانسان، ولا يمكن حيت كان عندهم كتاب مقدس باللغة ديالهم؟ تكون اللي كانت الولدان تذبحوا بلا رحمة. الفجوة كانت غادة وكتكبر بين الأغنياء والفقراء. الأغنياء جمعوا الثروات ديالهم من العرق ديال الطبقة العاملة، كيقدموا لهم الحد الأدنى ديال الحماية على الخدمة ديالهم. بالنسبة للفقراء باش يبقاو حيين كان هادشي مستهلك كامل تقريبا. الكتوبة كانوا نادرين وكان خاصهم ينسخوهم بيديهم، والأغلبية ديال الناس كانوا أميين. الشراجم ديال الزاج الملونين والتماثيل المزوقة في الكنائس كانوا هما التعليمات الوحيدة لبزاف ديال القصص في الكتاب المقدس. الخدمات باللغة اللاتينية حملات معنى عملي قليل للمصلين اللي ما كيقدروش يقراوا بلغتهم الأم. دولة الكنيسة وصلت لأوج القوة، حتى شي سلطة أخرى ما حاسباتها. قالت باللي عندها قوة على الملوك والحكام وحتى على المتطلبات والشرائع ديال الكتاب المقدس. الفلوس ولاو هما الشريان ديال الكنيسة. مشاريع ديال البني على بزاف ديال القرون تنفذات بقيمة كتقدر بالملايين باش يبنيو كاتدرائيات كبار. شي مرات مناصب القيادة الروحية والتأثير تعطاو اللي يقدر يخلص كتر. أوروبا كانت محتاجة لتغيير بزاف. الناس تساءلوا إلا كاين أي حاجة تقدر تحبس المد ديال الفساد. الظلام كان عميق. شوية ديال الناس اللي فكروا باللي كاين شي مخرج. كان هذا وقت التغيير، كان هذا الوقت ديال فجر جديد ديال الإصلاح.